بناء على طلبكم هعمل لكم ان شاء الله سلسله كامله عن كيو ام بي ببساطه. كيو ام بي ببساطه عباره عن منصه الكترونيه هي كيو ام بي، لكن نقل لك كل حاجه الكترونيه. يعني انت مش محتاج اصلا تروح فرع البنك عشان تعمل اي معامله. مبدئيا كده انت عشان تقدم على الحساب ده مش شرط ان انت تكون معدي ال 21 سنه، ممكن تفتح الحساب من وانت عندك 15 سنه. لو انت من 15 ل 21 سنه هتقدر تفتح حساب، بس حساب شباب خاص بكيو ام بي ببساطه. وهقول لك كمان شويه ايه الفرق بينه وبين حساب البالغين. ولو انت معدي ال 21 سنه هتقدر تفتح حساب البالغين بقى، وهتمتع بكل مزايا كيو ام بي ببساطه. كل مطلوب منك ان انت يكون معاك البطاقه بتاعت الرقم القومي بتاعك، وبعد كده يكون معاك ايصال مرافق، وصل ميه، نور، كهرباء، اي حاجه خاصه بالبيت اللي انت فيه ومكتوب عليه الاسم، لو اسم الوالد او اسم اي حاجه، المهم محل سكنك لازم تجيب معاك HR ليتر او اثبات دخل. والموضوع ده ان شاء الله اول ما استلم الكارت هتاكد منه من الموظف. انا اعرف ناس فتحوا الحساب من غير ما يبصوا على HR ليتر، وفي ناس بصوا على الاثبات الدخل بتاعهم. عشان كده انا هجرب على نفسي اول ما استلم الكارت، هشارككم بالتجربه دي في فيديو خاص بيه. انا عارف ان في اجانب كتير قوي بيعانوا من موضوع فتح الحسابات في مصر، هتقدر تفتحه لو انت معاك اقامه ساريه وطبعا باسبور ساري. بتفتح الحساب ده عن طريق ان انت بتروح للموقع بتاع كيو ام بي ببساطه، ترفع بياناتك كامله، وبعد كده في خلال 5 ايام الموظف بيجي لك لحد باب بيتك، بيمضيك على كام ورقه وبيطلع على اوراقك. بعد كده الموظف بيسلمك وانت واقف بطاقه الخصم المباشر وبيفعل لك حسابك. انتوا عارفين ان كيو ام بي ببساطه ليها تطبيق خاص بيه غير تطبيق البنك الاهلي القطري على الموبايل، لانها منصه منفصله بتقدر بقى تتعامل بيها براحتك وتقدر تحول وتستقبل براحتك. طبعا الموظف بيسلمك البطاقه الديبت ماستر كارد من الحساب الجاري. يعني انت اول ما بتستلم حسابك بيبقى حساب جاري مش حساب توفير، وبتبقى البطاقه من نوع ماستر كارد وبيسلمها لك ومش مكتوب عليها اسمك. طبعا مفيش ولا مصاريف سنويه ولا شهريه ولا في مصاريف اصدار بطاقه ولا تجديد بطاقه. الحد الادنى بتاع فتح الحساب الجاري او التوفير بالمصري هو جنيه واحد، يعني مفيش ابسط من كده. يعني لو عايز تفتح حساب ب 10 جنيه هتفتح حساب وتقدر تتعامل بيه، وحتى لو انت ما عملتش اي معاملات مش هيبقى فيه رسوم عليك ولا ضريبه حد ادنى ولا الكلام ده. لكن في حاله ان انت لو حبيت اسمك بقى يكون مدون على البطاقه، بتقدم طلب في البنك وبتجيلك البطاقه عن طريق الشحن، لكن بتدفع رسوم خاصه بيها. وبيني وبينك يعني هو مش هيفرق ان يكون عليها اسمك او مش عليها، كده كده هتتقبل معاك في المواقع. هي بطاقه ديبت عاديه، البنك بيديك بطاقه خصم مباشر خاصه بالحساب الجاري بتاعك. لكن لو فتحت حساب توفير ملوش بطاقه خصم مباشر، وعشان تسحب من حساب التوفير على الحساب الجاري هتحول من خلال التطبيق. وهم كان ردهم في الموضوع ده ان هو عايزك تحوش اكتر، لان هو عامل لك شرايح التوفير زي ما انتم شايفين على الشاشه، من مبلغ كذا لمبلغ كذا شريحه توفير معينه، ومبلغ كذا لمبلغ كذا بينزل لك عائد معين. وطبعا العائد بينزل شهري. ومش عايز تفتح حساب توفير انت حر، كده كده بيجي لك الحساب الجاري. زي ما قلت لك من شويه انت بتاخد حساب جاري، تقدر بقى من خلال التطبيق تفتح لحد 5 حسابات. تفتح حساب توفير، وكمان تقدر تفتح حساب بالدولار وتفتح حساب باليورو من خلال التطبيق، بس على شرط ان انت تكون معدي 21 سنه. طب واحد دلوقتي هيقول لي لو انا عندي حساب شباب اللي هو من 15 ل 21 سنه هعمل ايه؟ كان الرد على الموقع الرسمي من البنك ان انت بتجيلك الحواله عادي. يعني مثلا لو رابط بيوتيوب، لو رابط بقى في فيسبوك، لو رابط باي منصه بتجيلك فلوس دولار من عليها، هتجيلك ايميل من البنك على الايميل اللي انت مسجله على التطبيق، وبيقول لك والله الفلوس هتوصلك على حسابك لكن بالجنيه المصري. كشاب من 15 ل 21 سنه مش هتقدر تفتح حساب باليورو او الدولار، لكن اي حد معدي ال 21 سنه هيقدر يفتحهم. بس كمان الحسابات بتاعه اليورو والدولار هي حسابات جاريه مش حسابات توفير. طبعا من خلال التطبيق اما بتيجي تفتح حساب الدولار او اليورو مفيش مصاريف برضو ولا سنويه ولا شهريه، لكن العيب ان هو مش بيديك بطاقه ديبت. يعني لو عايز تربطها بالبيبال مش هينفع، تضطر بقى تربط البطاقه المصري، وكده كده البطاقه من نوع ماستر كارد فمش هتفيدك لان مش هتقدر تسحب عليها. بدل ما في بنوك تانية بتطلب بقى حد ادنى يبقى مثلا 200 او 300 دولار، ده مش مطلوب منك اي حد ادنى. تقدر بقى تستلم من اي موقع بيتعامل دوليا زي بايونير زي وايز، تقدر تفتح الحساب باليورو بتاعك وتستلم حوالاتك من وايز. بس في نقطه مهمه جدا عايز اقولها لك وعيب خطير خاص بالكيو ام بي،
وهو موضوع استحقاق العائد. ناس كتير جدا كانت بتشتكي من موضوع كيو ام بي، ان انت لو جاي تحول لحد وهو حسابه كيو ام بي او استقبلت فلوس وانت حسابك كيو ام بي، لو جيت صرفت فلوس في نفس اليوم بينزل عليك حاجه اسمها ضريبه استحقاق. ناس كتير قوي اشتكوا ان في اخر الشهر بتجيلهم رسوم عاليه ومش عارفين دي سببها ايه. كيو ام بي في عيب بالنسبه لبقيه البنوك، ان انت لو جاي مثلا تعمل ايداع على حسابك لازم لو عملت ايداع من خلال الاي تي ام تستنى كمان يوم عشان تقدر تتعامل بالفلوس دي. لو اتعاملت بنفس اليوم هيبقى في عليك ضريبه. اما لو عملت ايداع من خلال الفرع لازم تستنى يومين. اما لو عملت ايداع على حساب الدولار من خلال الفرع لازم تستنى 4 ايام عشان ما يكونش عليك اي ضريبه على حسابك. زي ما قلت لك كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. انت على فكره تقدر تتعامل بالفلوس في حسابك عادي، لكن هيبقى في ضريبه بسيطه في اخر كل شهر. فانت لو بتعامل بمبالغ كبيره وكل فتره هتبقى عليك يعني يعتبر مبالغ هتتخصم منك. طبعا تقدر تطلب كشف حساب الكتروني من خلال الايميل اللي ظاهر لكم على الشاشه ده عشان يجي لك مختوم لو اي موقع طلب منك كشف حساب. وكمان لو الكارت انتهى معاك تقدر تكلم 16607 بحيث ان هم يشحنوا لك الكارت الجديد بيتك، او لو كارت ضاع منك او لو اتسرق برضه تقدر توقفه بنفس الطريقه وتطلب منهم ان هم يشحنوه لحد باب بيتك ومفيش برضه رسوم. واحد دلوقتي هيقول لي طب انا لو عايز اعمل ايداع في الكارت ده هعمله ازاي؟ عندك كذا طريقه. مبدئيا من خلال الفرع، ودي طبعا يعني تعتبر اصعب طريقه لان مش كل الناس جنبها فروع، او من خلال الاي تي امات الخاصه بكيو ام بي. ما تقوليش بقى بنك مصر او بنك الاهلي، لا الخاصه بكيو ام بي، وبس تقدر تسحب منها من خلال اي اي تي ام. واسهل طريقه من خلال انستا باي، تحول على حساب الجاري بتاعك من خلال البطاقه الديبت تربطها بانستا باي، وبعد كده بقى تحول منها على حساب التوفير. ميزه بقى الحساب ده من وجهه نظري ان هو مجانا في كل شيء، انت مش هتخسر اي حاجه. ولو عندك حساب تاني في كيو ام بي هتقدر تفتح الحساب ده، هم ما لهمش علاقه، دي منصه ودي منصه والاثنين هتقدر تتعامل بيهم. الكارت مجاني، صلاحيته 5 سنين، هتتعامل بيه على اغلبيه المواقع الدوليه. وزي ما انتم شايفين حدود التعامل الدولي موجوده قدامكم على الشاشه الخاصه بالكارت. لو انت بقى معدي ال 21 سنه تقدر تطلع كريدت كارد تقدر تتعامل بيها بقى وتاخد بليمت اعلى، يعني مش محتاج بقى ان انت تروح تمضي على اوراق والتفاصيل دي، كله من خلال التطبيق تقدر تتعامل بيه. بس لازم ترد الفلوس في خلال 55 يوم. ولو اني مش بحب الكريدت كارد زي ما قلت لكم، انا مش بحب الدين، لان اغلبيه الناس اللي معاها كريدت كارد مش بيحسوا بالفلوس اللي بيصرفوها الا بعد ما الفلوس بتجيلهم. وطول ما انت معاك حد كبير تتعامل بيه، لكن انت لو معاك بطاقه ديبت بس هتصرف على قد الفلوس. غير كده الموضوع ما فيهوش اي خساره ليك لان كل حاجه مجانيه. انا طبعا يعني فكرت ان انا اعمل لكم تسجيل في البرنامج في خلال الفيديو ده، بس لقيت الفيديو طول قوي فهعمل لكم فيديو خاص لطريقه التقديم على الحساب ده. وخد بالك الحساب ده بيديك ايبان وليه سويفت كود بتاع الفرع بتاعك، فده هعمل له فيديو منفصل عشان اقول لك بالظبط ايه الطريقه الصحيحه للتقديم على الحساب ده من خلال التطبيق. وبعد كده هعمل لكم ان شاء الله فيديو بعده اللي هي تجربه استلام الكارت كامله وازاي بقى افتح حسابات تانية. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. اتمنى كده ان انا اكون رديت على اغلبيه اسئلتكم، وان شاء الله واحده واحده هجمع لكم الاسئله اكتر واعمل لكم فيديو خاص بيها. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.